بما انه هلا نحن بموسم زيت الزيتون، فحبيت اذكركم بهي الوصفة التراثية اللي مشهورة بمنطقة مصياف وكمان ببعض مناطق اللاذقية، وهي فطاير بسلق. والطعمة الأساسية والنكهة الأساسية تبعها قائمة على نكهة زيت الزيتون. وتابعوا الفيديو لحتى تعرفوا ليش. كتير مميزة عن جد، حتى طريقة يعني تحضيرها ونكهتها مختلفة تماما عن أي فطاير أو مناقيش مجربينها. أول شي في عندي العجينة 5 كوب من الطحين الأبيض، عليه كوب من الطحين الأسمر أو الحبة الكاملة. بضيف عليه ملعقة من السكر ورشة من الملح وملعقة من الخميرة الفورية، وكمان بعد ما حركتهم وقلبتهم مع بعض ضفت نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، بتضيفوا على ذوقكم. وفركتهم بين إيدي كتير منيح لحتى صاروا مثل حبيبات الرمل. بعدين بضيف الباقي السوائل واللي هي المية الدافية، أخذت عندي تقريبا كوب وربع لكوب ونص بتاخد. بعجنها كتير منيح، بعدين بغطيها وبتركها لحتى تختمر. وبهذا الوقت ححضر الحشوات، والحشوة الأساسية عنا هي السلق. طبعا كتير قلال يلي بيستخدموا السلق كحشوة للفطاير، بس نحن هي كتير مشهورة عنا وعن جد طعمها كتير طيب، ما حدا جربها عندي إلا طار عقله فيها. هلا اول شي طبعا السلق حشيل منه هذا العرق اللي بيكون فيه. بعدين حقطعه وخشن، وبعدين بغسله كتير منيح وبسلقه بالمي بهي الطريقة لحتى يدبل عندي. بعدين حصفيه كتير منيح من المي. وطبعا قطعت بصلة، البصل كمان بيلبق كتير، هيك بصلة حجم كبير. بعدين حقلي البصلة بزيت الزيتون، وبعدين حنزل بس تبلش تدبل بنزل السلقات يلي كانوا خلص فيو عندي من المي تبعهم. وبضيف البهارات يلي هني بابريكا ورشة صغيرة من الفلفل، لا تكتروا فلفل، ما كتير بيلبق للبهارات. وطبعا بملح وبس بتركها لحتى تنطبخ مع البصلة كتير منيح. أنا هون حضرت حشوة من اللحمة كمان، وكمان حضرت حشوة من الأجبان. مثل ما قلت لكم يعني فيكم تستخدموها لكل أنواع المعجنات هي العجينة، بس النكهة المميزة هي حتكون بزيت الزيتون، وجربوها مع السلق عن جد ما بتندموا. هلأ هون أول شي حبلش بالسلق. القطع أول شي كورت القطع العجين، وبعدين ببلش بمدهم كل وحدة بوحدتها بزيت الزيتون. مثل ما قلت لكم من هون حتاخدوا الطعم المميز. هلأ هون بعد ما ساويت حشيت الكل بالسلق وحطيتهم على جنب، بتكون عندي ارتاحت شوي العجينة. حبلش افرد بالصينية بهي الطريقة، مشان يعني بإيدي بضغط عليها لحتى يمتد السلق بكل القطعة. وبعدين حدخلها أشوية بفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200، وأول ما تطلع بدهنهم كتير منيح وبغرقهم بزيت الزيتون. وبعدين بحطهم بطنجرة وبغطي عليهم لحتى هيك يتشربوا نكهة زيت الزيتون ويطروا أكتر وأكتر. واللحمة بنفس الطريقة، كلهم بحشيهم بنفس الطريقة مع اختلاف الأشكال. طبعا طريقة الحشي والأشكال أنتوا على ذوقكم، بس السلق أنا هيك متعودة عليه، ماما هيك بتساوي فأنا بساوي مثلها. وعن جد بحس، ما بعرف ليش بحس هيك نكهته بهذا الشكل بتجي أكتر شي. هلأ هون اللحمة والجبنة كمان حشيتهم ودخلتهم شويتهم بنفس الطريقة، وأول ما يطلعوا كمان بدهنهم بزيت الزيتون وبغطي عليهم. وبس هيك صاروا عندي جاهزين. يعني شو أحكي لكم عن نكهة زيت الزيتون ولا ريحتها يلي بتعبي الحارة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا لكم إذا جربتوها.